سندوتش كبده اسكندراني بالبطاطس والجرجير، تاكله من هنا وتطير. بعد الصلاة على النبي أول حاجة نبدأ بيها خلطة الكبدة. نحط قرن فلفل حراق، ونحط 7 فصوص توم، ونحط معلقتين كزبرة، ونحط معلقتين كمون، وهنحط معلقة واحدة فلفل أسمر، ونحط معلقتين ملح، وهنحط معلقتين خل، وهنحط كمان ليمون عليهم. وبعد ما نضربهم هيطلعوا لنا بالشكل دوت. ونجيب الكبدة بتاعتنا ونحط نص الكمية عليهم، ونفضل نقلب فيها كويس جدا، ونسيب الكبدة على جنب شوية تتعرف على التتبيلة. يلا بينا بقى نعمل الطحينة. ونزلت في الطبق بحوالي 100 جرام طحينة خام، وبعد كده معلقة خل كبيرة وعصرة ليمون ونص معلقة ملح ونص معلقة توم ونص معلقة كمون. وهنزل بقى بمية سخنة كده على الطحينة بتاعتي عشان ابدا اقلب فيها وتبتدي تخف معايا. انا عايز الطحينه خفيفه شويه عشان الكبده بتحب الطحينه الخفيفه. وبعد ما خلصتها احط شويه شطه من فوق، وده الشكل النهائي بتاعها. يلا بقى نعمل المكون الاساسي بتاعنا الكبده. نحط شويه زيت حلوين، شويه زيت حلوين يا عم الحاج ما تستخسرش. وبعد كده بقى ننزل بالكبده بتاعتنا ونبتدي نقلب فيها. يا سلام على الريحه وهي هبه عليا كده، جميله جدا يا جدعان. شايفين شكل الكبده عامله ازاي؟ لما نوصل للمرحله دي من التسويه ننزل بباقي الثوم ونفضل نقلب فيها كده شويه. وقبل ما ارفع الكبده بتاعتي بدقيقه هنزل الفلفل واديها كام تقليبه كده. ويا سلام على الريحه، قلب المكان كله ريحه الكبده جميله جدا وشكلها بان قدامكم تفتح النفس. في هذه الاثناء كنت بقلي بطاطس عشان السندوتش ده يحبها. طبعا ما تنساش الشيبسي بتاعك عشان الاكله دي بتحب الشيبسي، وانا جبت شيبسي بطعم السجق عشان تبقى كبده وسجق تحفه. ريحتها كده طالعه جميله، لازم تجربوها. سندوتش كبده زي ما قال الكتاب. واو، بسم الله الرحمن الرحيم. عالميه. شوية طحينة بقى ايه على الكبدة موت. بالطحينة بقى حتة تانية خالص. بصوا كده بقى السندوتش المفضل بالنسبة لي. انا بحب اكل الكبدة بالطريقة دي. شوية جرجير مع حتتين كبدة مع بطاطس. يا سلام يا سلام، هو ده السندوتش اللي انا بحبه بالكبده. جنان جنان، السندوتش ده اسطوره. في البيت انضف وارخص واحلى. انت لسه بتتفرجوا على الفيديو لغايه دلوقتي، حابب اقول لكم ان انا بحبكم في الله، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا وتكتبوا لنا في الكومنتات نعمل لكم ايه تاني في البيت. باي باي.